الو. الو. تعرف مين معاك؟ ازيك يا جنة؟ والله وحشتني. وحش لما يبقى يلهفك يا بعيدة، وانت كمان اكتر والله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. بجد والله وحشتك. لسه مكلمه خطيبتك من شويه وقفلت معاها وقلت لها ان الواد ده مش نافعك. ليه بقى؟ عشان بيخون. وهي قالت لي هاتلي اثبات. وانت عندك اثبات بقى؟ انا الحمد لله شمعة بيضة. لا عندي، وخالتي قالت لي. خالتك قالت لك ايه؟ قالت لي ان انت ما بتطقهاش وطول الليل عمال تقول منها لله الجوازه ومنها لله اللي عايز يتجوزها. انا؟ وقالت لي كمان ان انت امبارح قلت لها ان انت مش هتكمل في الجواز ده. ليه بقى؟ ايوه، انا مستني اسمع ليه بقى. عشان ما انتش بتحبها. انا؟ البنت اتغيرت معاك. هي قالت لي كده، انا هكدب خالتي؟ ده يا سمح الله. ده انا كدبكم كلكم الا خالتي. انا خالتي ما بتكذبش. طيب بص يا جنة، ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. عليا الطلاق بالثلاثة من الست اللي انا لسه ما كتبت كتابي عليها، ان احنا الاتنين ما ننفعش لبعض. اللي هو انت وهي. انا قلت لها كده برضه. قسما بالله من غير ما انت ما تقول انا قلت لها كده، بس هي مخها قفل ما بتفهمش. هي اللي مخها قفل وما بتفهمش. انا قلت لها والله يا بنتي ان هو مش بتاع جواز وان هو بيلعب بيكي. بلعب وشوية. بيها ليه؟ كانت كرة كفر. لا تقولش كده عليها برضه، البنت بنت ناس. وبتحبني وانا بحبها، وانت ما يرضيكيش يخش غراب زيك ما بيننا يبوظ الدنيا. لا هي قالت لي ان هي شاكه فيك بقالها كام يوم وبترقق ومعاها رقم الوصل بتاعك ومستنيه اي رساله توصل عليه. رقم الايه يما؟ الوصل. يا ست خليكي واسطة خير، ابوس ايدك وارحميني وارحميها وارحمي خالتك واعتقينا لوجه الله. وانا اوعدك في واحد صاحبي نازل من الامارات مريش متريش، وانا عارفك بتحب الذهب والحاجات البيضة الحلوة الصفرة دي. هزق عليكي وانت ان شاء الله ان شاء الله هتصوا في بعض، قصدي هتاخدوا بعض. لا مش عاوزاه. خالتي قالت لي ان انت جايب لها دهب شيء وشويات، وان انت هتشيل عنها الاجهزه الكهربائيه اللي هي ثلاجه وغساله وبوتاجاز والميكروويف اللي بيقولوا عليه ده هو اللي بيسخن الاكل. طيب ممكن اقول لك حاجة؟ انا مع اني بحب الاكل بايت، بس لازم أنا اجيب الميكروويف ده عشان اسخن فيه، ومش عايزه اسمع منك حاجه. ليه بقى؟ عشان انت هتسيبني وهتيجي تخطبني واني هرفضك. بنت المجنونة دي، انت عايزة مني ايه؟ انت عايزة مني ايه؟ انا كنت عايزاك بس تحس بيا. احس بيكي ازاي يعني؟ كنت عايزاك ما تقوليش ان انت ما بتحبنيش. انت قلت لي ما بحبكش يا جنة، فالكلمه دي مأثره فيا. لا يا جنة، انا بحبك، انت اختي طبعا اللي مربيها على ايدي، ازاي ما احبكيش؟ لا الا اختك دي، لا مش عايزاك تحبني زي اختك وانا بحبك زي اخويا. ما هو الحب اللي في دماغك ده مش هيحصل، مش هقوله. انت متعصب ليه؟ انا والله العظيم بحب، بس انت ما بتحسش، ما عندكش دم. لا 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 لا، طب وليه الغلط ده بقى؟ عشان عماله المح لك من بدري واجيبك يمين واجيبك شمال واقول لك يا ولد احنا اللي لبعض. انت ابن خالتي وانت ولا انت هنا. كانت قرابة ما يعلم بها الا ربنا، حسب الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب في القرابة المنيلة ب60 نيلة دي. اللي هو انت لسه هتقولي لي اللي هو واللي هي؟ انت دلوقتي بص يا ماما، بصي اديني بس نص ساعة هخلص اللي في ايدي وهكلمك على طول. قشطة يا جنة؟ ايه قشطه ده؟ هي ماشي، اسمها ماشي. سلام يا جني. باي باي يا جني. في داهية يا جنة، تاخدك يا جنة، إلها ما نسمع صوتك تاني يا جنة كده يعني. زعلتني قسما بالله، زعلت. لكش تنفلقي ويحس بقى وخلي عندك دم وما تتصليش تاني. طب والله ما انا رن عليك تاني. يا رب تبقي قد حلفانك المرة دي. مع الف سلام. ده يا تشيلك منك لله. يا منك ربنا.